ومن الحب ما قتل. أي راجل مهما كانت قوته ومكانته، نقطة ضعفه الوحيدة إنه يقع في الحب، زي اللي حصل لفاروق اللي وقعته في الحب بطلة حكايتنا النهاردة، الجاسوسة الجميلة الحسناء هبة سليم. طب مين هي هبة سليم وإيه حكايتها؟ هبة عبد الرحمن سليم عامر، مواليد سنة 1947، من أسرة ثرية ومن الأعيان في محافظة أسيوط في صعيد مصر. ومع تجارة والدها الكبيرة وانتقاله للقاهرة، عاشت هبة في المهندسين عيشة الأثرياء. وحياة الأثرياء الناس الكلاس يعني وقتها كانت مميزة، ما بين نادي الجزيرة والحفلات اللطيفة والسهرات الحلوة. وسنة 1965 دخلت هبة كلية الآداب جامعة القاهرة، وكانت قسم لغة فرنسية، وكان وقتها عندها 18 سنة. وهناك شافها رئيس القسم الفرنسي المنتدب من جامعة السوربون، وقد إيه كان معجب بهبة وبذكائها وبعشقها للغة الفرنسية. وبرغم إنها طلعت التانية على الدفعة، إلا إنه بعلاقاته طلعها المنحة اللي طالعة للسوربون في فرنسا، مع إن كان المفروض الطالب الأول بس اللي يطلع البعثة دي، لكن هو طلع الطالب الأول والتاني علشان خاطر عيون هبة. والد هبة اللي هو عبد الرحمن سليم عامر كان معترض، وهو كان شغال وكيل وزارة في وزارة التربية والتعليم. لكن اللي أقنعه إن هبة تسافر نائب الدايرة بتاعتهم عمر جلال حسين، وبضغط منه وبضغط من هبة أقنعه إنها تسافر، وإن هو هيستضيفها مع أسرته هناك في باريس. وتتعرف هبة هناك على بنت بولندية يهودية، وتبدأ تتوطد علاقتهم ببعض، وتعزمها على الحفلات والسهرات بتاعتهم. وتبدأ البنت البولندية تكلمها عن دولة الاحتلال، وتكلمها قد إيه هم كيوت وطيبين، وإن العرب يا عيني هم اللي ظالمينهم، وإن هم مش كده خالص. وللأسف هبة تعاطفت معاها وصدقتها جدا. تنشك في قلبك يا هبة، معقولة حد يقدر يقلب لك تفكيرك ويغير الباطل لحق للدرجة دي، ويغير المعتقدات اللي طلعنا عليها من واحنا صغيرين؟ المهم ان من ضمن شلة البولندية دي كان في عميل متخفي للموساد. المهم ان صاحبنا ده كان بيتكلم مع هبة لمجرد بس انه يغير فكرتها ووجهة نظرها عن الصورة الغريبة اللي واخدينها عن دولة الاحتلال. وبرضه هبة لو تعرف صديقة كده ولا كده وأصدقائها من العرب برضه تغير لهم فكرتهم. لكن اتفاجئ إن هبة عندها حاجة أكبر من كده بكتير. هبة في الدردشة معاه قالت له إن كان في ضابط مصري بيعشقها وبيموت فيها، وهي اللي ما كانتش معبراه. وهنا بقى بدأ يركز معاها، لا ده هبة بقى يطلع منها شغل كتير. وبدأ يسألها اسم الضابط ده ايه؟ قالت له فاروق الفقي، وبيشتغل ضابط مهندس في سلاح الصاعقة. وهنا اعترف لها ان هو بيشتغل في الموساد، وانه عايز يجندها وتشتغل معاهم، وانه عايزها كمان تجند الضابط اللي بيحبها ده اللي اسمه فاروق. اوعى يا فاروق، بس اوعي يا هبه تفتكري ان انت كده هتبقي جاسوسه، لا، انت كده بتقدمي خدمه عظيمه لدوله السلام. وتقبل هبه بالمهمه وفعلا تنزل على مصر وتدور على فاروق. تدور عليه فين بقى؟ في نادي الجزيره اللي كانت دايما بتشوفه هناك. لكن فاروق دلوقتي وضعه اتغير، كبر ما شاء الله وبقى مقدم. فاروق كان حاسس نفسه قليل قدام هبة. ليه بقى؟ كان شايفها البنت المثقفة الأوروبية، كان مبهور بيها، فكان علشان يكسب ثقتها وحبها وتنبهر بيه هو كمان، فكان بيقعد يكلمها عن بطولاته وأمجاده داخل سلاح الصاعقة في الجيش المصري. فكان بيحكي لها تفاصيل عسكرية مهمة جدا. منك لله يا فاروق، لدرجة إنه جاب لها خرايط دقيقة جدا في شقة المعادي اللي كانوا بيتقابلوا فيها. وفي ليلة من الليالي الرومانسية بين هبة وفاروق صرحته بطبيعة عملها، وطلبت منه إنه يشتغل معاها. وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة، ومن الحب ما قتل، وافق فاروق بكل سهولة علشان يرضي هبة. وبدأت هبة تدربه إزاي هيكون معاهم، يعني إيه جهاز إرسال ويعني إيه حبر سري. ورجعت هبة على فرنسا سنة 1971. وكان في الوقت ده مصر بتبني قاعدة صد صاروخية سوفيتية على طول خط القناة استعدادا لحرب 1973. وكل ما يبدأوا في بناء قاعدة يجي العدو يضربها، وتكرر الموضوع ده عدة مرات. طب ازاي بيعرفوا؟ لازم يكون ليهم عين وسطينة، وعين مهمة جدا. وهنا يبدأ شغل المخابرات المصرية بقيادة اللواء محمد فؤاد نصار، ويبدأ مراقبة الضباط، وبالتالي مراقبة الجوابات اللي بيبعتوها وبيرسلوها بره بتروح فين، بتروح لمين. ومن ضمن الجوابات يلاقوا جواب بعته فاروق لحبيبته اللي في باريس، وبيقول لها يا حبيبتي أخيرا أنا ركبت الإريال بتاع الراديو فوق السطوح. إريال إيه وراديو إيه؟ ما احنا بقى في تلفزيون دلوقتي، إيه الحكاية؟ ويبدأوا فعلا مراقبة فاروق. وفعلا تم القبض على فاروق، وبالتحقيق معاه اعترف بكل حاجة. واترفع الموضوع للرئيس محمد أنور السادات، وطلب إن هبة تيجي مصر بأي شكل. وده كان سنة 1972، خلاص فاضل سنة على الحرب. في الوقت ده كان هبة عندها 25 سنة،
في عز شبابها وفي عز جمالها، وفي الوقت ده كان والدها اتجه للعمل في ليبيا زي كتير من المصريين في الوقت ده لما بيلاقوا فرصة للعمل بره مصر. طب دلوقتي مطلوب إن هبة تنزل مصر، ده الرئيس أمر بنفسه. طيب إيه نقط ضعف هبة؟ نقطة ضعف هبة الوحيدة كانت والدها اللي موجود في ليبيا. طيب إزاي هنستدرج هبة من باريس لليبيا؟ طب إزاي هنخلي والد هبة يشترك معانا علشان نجيب هبة من باريس لليبيا؟ وبالتعاون بين المخابرات المصرية والمخابرات الليبية وبعلم الرئيس محمد أنور السادات والرئيس معمر القذافي، وكانت الخطة هي استغفال والد هبة. وفعلا بيروح له السفير فخري عثمان وبيقول له بنتك متورطة مع منظمات فلسطينية في باريس ومتورطة في عمليات فدائية، ولو ما هربناهاش يا إما هيتقبض عليها يا إما هتتقتل. قال لهم طب إيه الحل؟ أعمل إيه؟ قالوا له أنت هتدخل مستشفى هنا وهتقول لبنتك إنك جاتلك ذبحة صدرية وإن أيامك في الدنيا بقت معدودة وإنك عايز تشوفها قبل ما تموت. قال لهم هنا في ليبيا؟ قالوا له أيوة في ليبيا. وفعلا دخل المستشفى وسجلات وأطباء وتحاليل وكل حاجة مشيت تمام جدا. وفعلا كلم بنته وقال لها أنا تعبان وجات لي ذبحة صدرية ولازم أشوفك قبل ما أموت. وهنا كان رد هبة أجيبك أنا باريس وأحجز لك في أكبر مستشفيات هنا وأعالجك في باريس، لكن كان رده أنا مش هقدر أسافر، أنا حاسس إني لو اتحركت من مكاني هموت. وتقرر هبة النزول علشان تشوف والدها، لكن طبعا بعد موافقة الموساد، والموساد بيعمل تحرياته وبيتأكد إن والدها فعلا محجوز في المستشفى. وبيوافق الموساد على نزول هبة، لكن بيطلبوا منها أول ما تنزل مطار طرابلس تقول إن ضاع منها خاتم قيمته $1,000,000، وده علشان يتدخل الأمن الليبي وبكده يبقوا حموها من أي محاولة اختطاف للمخابرات المصرية. وفعلا بتبلغ هبة عن اختفاء الخاتم اللي قيمته $1,000,000 وبتنزل المطار في حماية الأمن الليبي. وتدخل هبة صالة المطار ويستقبلها سفير مصر في ليبيا، وبعد قعدة ساعتين ومشروبات وحكايات وروايات وبتطمن هبة وبيطلب منها يلا بينا بقى علشان نروح نشوف باباكي. في الوقت ده بتكون طيارة مصرية مستنية هبة، والطيارة كان فيها اللواء حسن عبد الغني نائب مدير المخابرات المصرية والعميد محمد رفعت جبريل اللي بيطلع في المسلسلات المصرية باسم محسن بيه ممتاز. وبتتفاجئ هبة إنها قدام سلم الطيارة وبيتقبض عليها. وهنا بيحضرني المشهد الشهير ما بين مديحة كامل ومحمود ياسين لما بتقول له إحنا فين؟ بيقول لها دي مصر يا عبلة. وجولد مائير بتطلب بنفسها تخفيف حكم الإعدام عن هبة، وهبة فعلا كانت معتقدة إن مش ممكن الموساد هيتخلى عنها، إنها مش ممكن هيسيبوها تتعدم. وفعلا بيتنفذ حكم الإعدام على هبة وعلى فاروق، ويتنفذ حكم الإعدام في الجميلة الحسناء اللي في ربيع عمرها 25 سنة، الخاينة اللي خانت بلدها. ويتنفذ كمان الإعدام في فاروق رميا بالرصاص، وبيشارك فيه العميد نبيل شكري بنفسه انتقاما لأرواح الضباط اللي راحت بسبب فاروق. وبتنتهي قصة الجاسوسة الحسناء هبة سليم، وبتنتج السينما المصرية فيلم الصعود إلى الهاوية بطولة الجميلة مديحة كامل والعبقري محمود ياسين، اللي بيقول فيها محمود ياسين جملته الشهيرة دي مصر يا عبلة. أشوفكم في حكاية جديدة وما تنسوش لايك للفيديو وفولو واشتراك لقناة حكاوي إيمي حمدي على اليوتيوب. وبس كده، سلام عليكم.